شوف شنو واقع دابا. خبر دار ضجة كبيرة في السوشيال ميديا. واحد السؤال كيتكرر بزاف: واش لامين جمال غادي يلعب مع المغرب؟ ولكن انتظر، حيت الحقيقة ماشي بحال اللي كيتقال، وكاين تفاصيل مهمة بزاف ممكن تصدمك. خليك معايا حتى الأخير. أول حاجة خاصنا نوضحوا شكون هو. لاعب شاب، موهبة عالمية، وكيلعب مع وقدر في سن صغير يفرض راسو مع إسبانيا. ولكن المفاجأة الكبيرة، الأصل ديالو مغربي. وهنا بدا الجدل. في واحد الفترة المغرب كان باغي يضمو للمنتخب، والجماهير كانت كتقول هاد اللاعب خاصو يكون مع الأسود. واش كنتي متوقع هادشي؟ حتى هو بنفسه كان قريب يفكر في الموضوع. ولكن هنا وقع التحول الكبير. لامين جمال خرج وقالها بصراحة، هو اختار إسبانيا. علاش؟ حيت تربى تما وتكون كرويا تما، وكان ديما الحلم ديالو يلعب ليهم. ولكن الخبر الحقيقي مازال ما سالاش. كاين ناس دابا كيقولوا ممكن يبدل المنتخب ويرجع للمغرب. ولكن المشكل هنا القانون. فالقوانين ديال الفيفا واضحة: إلا لعبتي مباريات رسمية مع منتخب أول صعيب بزاف تبدل. وهنا كنرجعوا لواقع مهم: لامين جمال لعب مع إسبانيا مباريات رسمية، يعني تقريبا الباب تسد. واش صدمة؟ ولكن انتظر، كاين جانب آخر خاصك تعرفه. لامين جمال ماشي ضد المغرب، بالعكس ديما كيبين الاحترام ديالو وكيعتز بالأصل ديالو المغربي. وهنا كاين سؤال مهم: واش الانتماء غير بالمنتخب ولا كاين أكثر من هادشي؟ نمشيو دابا للإشاعات. في السوشيال ميديا كاين فيديوهات وعناوين كيقولوا لامين جمال غادي يلعب للمغرب، قرار صادم قريب. ولكن الحقيقة ما كاين حتى